بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كثيرا ما كان شيخنا العلامه شيخ المالكيه سيدي الحاج عبد الرحمن العليوي حفظه الله يحثنا ويدلنا ويحفز هممنا على الاعتناء بكتاب نفيس جليل القدر عظيم لعلامه من علماء المغربين الحبيب، هو العلامه سيدي الحاج صالح بن عبد الله الغي حفظه الله. وهذا الكتاب النفيس تعلقت قلوب الطلبة به ويسألون عنه دائما ويبحثون عنه. وهذا الكتاب موجود عند سيدي حميد في مكتبة التواصل في حي الأحداث مع جانب الرابطة المحمدية للعلماء. إذن هذا الكتاب النفيس ديال سيدي صالح راه موجود في هذا المحل لمن يسأل عنه. نتمنى من الطلبة الذين يبحثون عنه أن يتواصلوا مع صاحب المكتبة سيدي حميد. العلامة سيدي صالح بن عبد الله الغي عنده مجموعة من الكتب النفيسة، وهناك كتاب لم يسبق إليه في علم العربية وهو في ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء. وهذا كتاب نفيس جليل يدل على القدر العظيم لساداتنا علماء سوس وتبحرهم في اللغة العربية. كذلك له كتاب في الفقه أثنى عليه العلماء، ويعني لا بد من قراءته لأنه جمع عددا من القواعد الفقهية والأصولية ودل على براعة هذا الشيخ الإمام في فن الفقه وفن الردود. كذلك عنده كتاب دليل الفارض على الفرائض. وهذا الكتاب هذا الفقهاء والأئمة والطلبة والقضاة والعدول والمحاماة لا ينبغي لهم أن يستغنوا عن هذا الكتاب لأنه في علم الفرائض وكيدل على الباع الطويل ديال هذا الفقيه النحرير رحمه الله. كذلك عنده في علم الفلك كتاب المطلع على مسائل المقنع وهو في علم الفلك، وهو كتاب يعتني به العلماء والطلبة في هذا العلم الجليل، وهو مقدمة لهذا الفن لا بد من الاطلاع عليه، وفيه تحريرات وتعليقات وفيه يعني فصول نافسة. كذلك هذا الكتاب هذا هو كتاب المدرسة الأولى، تحدث فيه عن كيف كان الطلبة يحفظون القرآن وكيف كانت المدرسة الأولى التي ينشأون عليها في طلب العلم. هذا كتاب أتى بكثير من الفوائد يعني العلمية والديداكتيكية والتربوية وكذلك الأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها الطلبة وكيف كانت حياتهم الأولى في المدرسة الأولى. هذه كتب نفيسة لأستاذنا وشيخ شيوخنا العلامة سيدي صالح بن عبد الله الغي رحمه الله. هي موجودة في مكتبة التواصل عند سيدي حميد في درب الأحداث قرب يعني الرابطة المحمدية للعلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.